بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا ارنبيطه كده كانت في التلاجة، كنت حطها في شنطه كده في التلاجة من تحت، فقلنا ايه نعملها غدا كده ولا حاجه النهارده. بصوا متشوهه خالص، بس برضك هتنفع غدا يعني. هنوضبها دلوقتي وهنعمل لكم طبقين قرنبيط من غير بيض، حاجة بخلطة رهيبة كده. بصي عاملة تلج من التلاجة. هشيل كل الحاجات دي وهوضبها كده وهخليها تبقى زي ما تكون لسه جاية ايه دلوقتي. طريقة ايه يا جماعة؟ زي ما انتوا شايفين كده. هنضف كل دوت، هقطعها وانضف كل اللي فيها ده. هشيل كل الحاجة اللي هي كده وهحط لها كده ان شاء الله الكمون والليمون، هيخليها لكم كأنها لسه جاية دلوقتي من الزرعة. هنضف كل ده، هشيل كل الحاجات اللي فيها دي اهي. طبعا انتوا عارفين ان الشتاء ده الاكل السخن كله دوت في الشتاء. عايز الاكلات السخنه ديت في الشتاء، القرنبيط، المحشي، الحاجات السخنه يا جماعه كلها، المشروبات. طبعا انتوا عارفين الجو ساقع، فعايزين ايه الاكلات السخنه تدي طاقه حراريه. ملح وكمون يا جماعه اهو. هحطه في الميه. حطينا الميه على النار زي ما انتوا شايفين اهي. ده ملح وكمون. هنعصر كمان عصرة ليمونة اهي، وهنرمي القشرة كده. الليمون بيفتح لون الكرنب او القرنبيط. لو الواحد بيعصر الليمونة في المية بتخلي لونه بيفتح كده وبيبقى مزهزه يعني زي ما انتوا شايفين. بصوا نضفت، شلت كل الحاجات اللي هي مش حلوة فيها اهي. نضفتها، غسلتها اهي. هنحط كده في المية زي ما انتوا شايفين كده. هحط كل القرنبيط هنسلقه. خليناها قشطة يا جماعة. الغلا بتاعي يمكن اسبوع في التلاجة، كنت جايباها وحطيتها في شنطة، حطيتها في التلاجة. فجودوها بقى نعملها بقى النهاردة كده نتدفى كده، حاجة تدفي الكبار والصغار. طبعا انتوا عارفين ان القرنبيط سخن بيدفي وعندنا ناس عندها برد، لا هنعمله من غير بيض كده. الواحد يسلقها، لا يخليها مهرية تستوي على زيادة عن اللزوم ولا هي نية قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده. طلعنا حبة وادي الحبة التانيين في نسلقهم برضه. هنا انا حطيت الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. دي معلقة نشا، دي معلقة نشا يا جماعة. ودي حبة سكر. هو ربع كيلو دقيق، معلقة نشا، حبة سكر، حبة خل. دي حبة خل يعني بتاع معلقة كده او زيادة حبة يعني كده يعني زي ما انتوا شايفين. ده بقدونس، بتاع ده شبت. الشبت بيخلي القرنبيط يا جماعة طعمه تحفة، مقولكوش والله. محطوش كزبرة، شبت بس بيخلي لكم القرنبيط طعمه خطير خطير ما اقولكوش. هنا انا عندي حطيت حبة ملح زي ما انتوا شايفين اهو. حبة زعفران. دي بصلة بشرتها خضرة، بصلة خضرة بشرتها كده على المبشرة. دي خضرة الشبت اللي شفتوه دوت، ودي البصلاية اهو. هنقلب كده الزعفران دوت مع الدقيق والمية. نحط المية بالطلب. دي حبة بتاع ده كمون، مع كزبرة وكمون زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب كده. الزعفران
خلى الخلطة زي ما انتوا شايفين، بصوا عاملة ازاي، خلى القرنبيط في ناحية تانية خالص. دي حبة شطة، حطينا حبة شطة اهي. هنحط بقى المية ما نزودش المية لما نعملها كده. اضربهم بقى واعملهم بالمضرب عشان المعلقة بتعجن، فنفكهم كده، نفك الفلافل ديت بالمضرب يا جماعة. المضرب هيفك كل الفلافل ديت اللي هي في العجينة. الشبت قصدي، ده الشبت ده، محطش كزبرة ولا بقدونس، ده شبت زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب كده اهي. قليتها كده، احط لها حبة مية صغننين خالص مش كتير عشان العجينة بصوا متماسكة شوية، فاحط لها حبة مية مش كتير، حبة صغيرين كده. حطيت لها حبة مية بصوا اهي، شغالة بقت مية مية. هنحط كده بصوا القرنبيط فتح ازاي من الليمونة اللي عصرتها في السلق بتاع القرنبيط. ودي حاجة السلطة، قوطة وخيار ونص البصلة اللي بشرتها بتاع البصلة الخضراء. هنا حطيت القلاية على النار، وهحط الزيت زي ما شايفين كده اهو. بصوا هشيلها كده بايدي لان المعلقة هتغرف من الخلطة، وهتبقى ايه مش حلوة لما تبقى مكلكعة كده. بصوا قرنبيط ده ألف هنا وشفا للي كال واللي هياكل واللي شاف. وانتوا عارفين طبعا أكلات الشتا يعني رزق كتير وحلو يعني. زي ما شايفين كده بصوا القرنبيط من غير بيض يا جماعة، زي ما انتوا شايفين. والله كان طعمه أحلى من البيض 100 مرة. كل واحد حسب رغبته، كل واحد اللي عايز يعمل بيض يعمل، واللي عاوز من غير بيض يعمل برضه. انا عملته قبل كده بالبيض، بس المره دي كان الفلفل من غير بيض. وعملته قبل كده بالفراخ. وما تنسوش يا جماعه تنورونا بالله في الاشتراك وربنا على صلاح الحال لينا وليكم. ولو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا ونرد على بعض، ما بسيبش حد لما بخش عندي. ده البصله، بقيه البصل اللي بسطتها للقرنبيط وخيار وبقدونس. بصوا القرنبيط عامل ازاي، بصوا يا جماعه لونه والله. عملنا الطبقين ما اقولكوش. بسم الله الرحمن الرحيم، بألف هنا وشفا. هنا دي عصرة ليمونة اهي، وده ملح وكزبرة بالسلطة مع الخيار والبقدونس والبصل. زي ما انتوا شايفين كده نقلب كله كده مع بعضه. بصوا القرنبيط بجد، عند الاطفال كانوا بيقولوا ده فراخ مش قرنبيط بجد والله يعني. زي ما انتوا شايفين طبق السلطة، طبقين قرنبيط. القرنبيطة اللي انتوا شفتوها في القيامة ديت عملت طبقين مختبرين اهو. واتفضلوا الغدا معانا النهاردة قرنبيط من غير بيض بخلطة رهيبة يا جماعة. بصوا عامل ازاي، مقرمش من بره وطري من جوه. بصوا عامل ازاي، بصوا قلب القرنبيط ابيض زي قلب ايمي زي ما انتوا شايفين كده. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم، وربنا على صلاح الحال. بكرة الجمعة ربنا يجعلها جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الجميع، ونشوفكم في لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش تنورونا يا جماعة بالله كل اشتراك.